ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بسكوت اليانسون. واللي ما يعرفش بسكوت اليانسون، حاجة كده بتدوب في البق مع كوباية شاي توديكي في حتة تانية. بس قبل ما نبدأ المقادير بتاعتنا ومكوناتنا، هنسمي الله ونصلي على الرسول. واحب اعرفك بنفسي، انا بسمة، ودي قناتي اكلات بسوم. يلا كده هنقول مقاديرنا، سهلة وبسيطة ومش متعبة. 5 دقايق هتكوني عاملة البسكوت. معانا 4 بيضات، ودول كان حجمهم متوسط، على كيسين فانيليا. ولو البيض حجمه كبير معاكي يبقى 3 بيضات كفاية. وهناخد كوباية سكر عادية خالص، سكر أبيض، وكوباية من الزيت. هننزل كده بالبيض بتاعنا والفانيليا زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط، وهننزل بكوباية السكر وكوباية الزيت. أيوة كده، هنضربهم في الخلاط. وتعالى اقولك هنعمل ايه. معانا هنا الدقيق بتاعنا، دي مخبوزات عادي خالص. هننخله بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. بناخد كام كوباية؟ بناخد 3 كوبايات. وطبعا الدقيق على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستعمليه. انا اخدت 3 كوبايات، عليهم كيس من البيكنج باودر، ونخلتهم بالشكل ده. ايوه كده. هنضيف عليهم معلقتين من اليانسون، وهنضيف عليهم ربع معلقة ملح صغيرة. هننزل بالخليط بتاعنا عليه وهنقلبه كده زي ما انتوا شايفين. البسكوت بتاعنا سهل جدا وبسيط، وفي الوقت ده بتكوني مولعة الفرن ومشغلاه كده على درجة حرارة 190، وما بياخدش وقت في الفرن، مش اكتر من 10 دقايق في الفرن، او على حسب نوع الفرن بتاعك. هنقلبه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. ويلا بقى نجيب صينية او نجيب قالب ندهنه كده سمنة. انا دهنت زيت، معلقة زيت كده، وندهن بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. هننزل يلا بالعجينة بتاعتنا. والعجينة بتاعتنا شبيهة بعجينة الكيك بس متماسكة اكتر شوية عن عجينة الكيك. هننزل بالطريقة دي كده. يلا بقى كده هنقص ايدينا نقطة زيت صغيرة، ونفرد العجينة بتاعتنا، ومش عاوزينها سمكها كبير. هنسويها كده بالشكل ده من جميع الاتجاهات بالظبط كده. وزي ما قلتلكوا الفرن بتاعنا بيكون شغال. هندخل الصينية بتاعتنا في الفرن تستوي، وهتطلع معانا بالشكل ده بعد ما خدت لون من فوق. دقيقتين كده تحت الشواية بعد ما استوت هنقلبها كده، ويفضل نستنى لما تهدى كده وتبرد معانا شوية. قطعيها بقى التقطيعة اللي تريحك. عاوزة البسكوتة حجمها كبير، حجمها صغير، على حسب ما انت عايزة. البسكوت بتاعنا طعمه حلو ويستاهل التجربة، هيعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما تخرجي من الفيديو، لو انت لسه مكملة معايا دلوقتي، ما تنسيش تشتركي في القناة، ولايك وشير ودعوة حلوة منك، والقناة يزيدها اخت جديدة. طبعا شرفتيني ونورتيني. هنرجع البسكوت تاني بعد ما يبرد شوية كده، هنرصه في صاج وهندخله الفرن. هينشف معانا كويس وهياخد لون، واوعدك ان انتي هتاكلي اجمل بسكوت ينسون بالشكل ده كده. رصيناه في الصاج بتاعنا وعلى الفرن على طول. هنطلعه ويبقى بالشكل ده. حطيه في علبة حلوة جميلة، حطيه في علبة بلاستيك احفظي فيها، وهيفضل معاكي مع كوباية شاي حلوة وقعدة حلوة، ويبقى افتكريني بدعوة حلوة. الشتا حلو
وبيحب المخبوزات. أشوفكم على خير في رعاية الرحمن.